طب يا اخوان، دلوقتي المهارة التانية اللي هنتعلمها دلوقتي، الفرامل نورت معاك وقطعت من سيارتك وركنت على جنب. ازاي تشوف ايه المشكلة في سيارتك؟ ازاي تعرف في المشكلة جاية لك منين بالظبط؟ دي مهارة ولازم تتعلمها، ان انت تفحص سيارتك ان الفرامل المشكلة فين بالظبط. فاول شيء في سيارتك طبعا خلاص زي ما قلنا في الفيديو الاولاني، بتركن على جنب وخلاص، بتنزل من سيارتك وتبتدي تبص على زيت الفرامل كويس. اول شيء بتعمله على زيت الفرامل بتبص على الكفرات، تشوف الكفرات هل في تسريب كده هنا في الزيت ولا لا. الاربع كفرات بتبص وتشوف، لو في تهريب خلاص تعرف ان في تهريب على اللي هو البايب، الانبوبه بتاعت الزيت هنا، لان في كل زيت الفرامل واصل على الاربع كفرات زي ما انت شايف. اربع كفرات زيت الفرامل واصل عليها، بتبص وتشوف. طبعا بتبص تحت السياره كمان، بتشوف في تهريب ولا لا من تحت السياره من تحت. هنا نفس القصه، الاربع كفرات بتبص فيه، تبص على الكفر ما لقيتش حاجه خالص. الاربع كفرات تفتح الكبوت سيارتك ماشي، هتفتح كبوت سيارتك يا اخوانا وتبتدي تبص على زيت زيت الفرامل في السياره. انت عارف لازم تبقى عارف كل حاجه في سيارتك وتبقى متابعها. زيت الفرامل هو ده زيت الفرامل. بتفتح العلبه وتشوف هل الزيت ناقص ولا لا. طبعا زيت الفرامل يا اخوان ما بينقصش، يعني المفروض تلاقي زيت فرامل موجود. زيت الفرامل مش بينقص من السياره كويس. لقيت زيت الفرامل ناقص في علبه السياره عندك، لقيته ناقص كويس، رحت رايح اشتريت زيت فرامل، اشتريت علبه زيت فرامل وحطيتها هنا كويس. حطيت زيت الفرامل في العلبه واللمبه راحت، اختفت اللمبه في التابلو كويس. مشيت بيها كمان 10 دقايق لقيت اللمبه نورت معاك تاني كويس. كده معنى كده ان في تهريب مش بقى في علبه الزيت يا جماعه، واصله على حاجه اسمها باكن. الباكن ده اللي احنا شايفينه هو ده اسمه باكن. الباكن ده يا اخوان في جزء من علبه الزيت داخل جوه الباكن جزء من علبه الزيت دي داخل جوه الباكن. هو ده اسمه باكن اهو، من بعيد من قريب الناس. في جلده في علبه الزيت داخله جوه واصله بالباكن، في جزء واصل جوه في الجلده دي يا جماعه مع الوقت، مع حراره السياره، مع العمر الجلده دي بتنشف. فالزيت كل ما تحط زيت، تعبي زيت هنا، الزيت ينزل في الباكن هنا، فكل ما تعبي زيت ينزل هنا. طبعا انت ما عندكش خلفيه ومش عارف الزيت بينقص ليه، تضطر تبص على الكفرات مفيش زيت بينقص، تبص تحت السياره مفيش، الزيت كله بيخش هنا يا جماعه. فاول ما يحصل معاك الموقف ده على طول افهم ان علبه الفرامل خربانه، لان الجلد او الكاوتش اللي واصله على الباكن نشفت، فلما تنشف الزيت بيسرب ويخش جوه الباكن، بتلاقيه جوه الباكن. ففي الحاله دي بتروح عند الميكانيكي اوتوماتيك كده تشتري علبه زيت، تجيب علبه زيت زي ديت وتروح عند الميكانيكي يسحب لك الزيت كله اللي اتقلب جوه الباكن. يعني انت كل ما تحط علبه زيت اللي هي دخلت جوه الباكن، يجيب لك الشفاط ويسحب لك كل الزيت ويغير لك علبه الزيت دي. خلاص كده ده الوضع بالنسبه للزيت الفرامل. يبقى بتفحص الاربع كفرات، بتلاقي هنا الزيت ناقص، بتحط زيت. كل ما تحط زيت ليه عمال ينقص واللمبه تروح بعد كده تلاقيها تنور تاني، يبقى الزيت بيخش جوه الباكن هنا. خلاص دي ملهاش حل الا تغير علبه الزيت وتسحب الزيت، يسحب لك الزيت يشفطه لك من الباكن، وخلاص كده القصه بتنتهي وشكرا على كده يا جماعه. بعد الكفرات زي ما قلنا بتبتدي تفتح سيارتك وتبص على، طبعا انت لازم في سيارتك يعني من ضمن المهارات تبقى عارف كل حاجه في سيارتك. العلبه دي علبه ايه، والعلبه دي علبه ايه، والعلبه ديت مسؤوله عن ايه، تبقى عارف اماكن العلب وكل وظيفه لكل علبه. فعلبه